تخيل أنك ترتدي نظارة بعدسات زرقاء، فكل ما تنظر إليه سيبدو أزرقاً، ليس لأن الأشياء زرقاء بالفعل، ولكن لأن العدسة تغير رؤيتك لها. وكذلك أفكارك هي عدستك التي ترى بها الحياة. إن كنت تملأ رأسك بأفكار سوداوية، سترى كل شيء كئيباً حتى لو كنت في أزهى لحظاتك. وإن كانت أفكارك مشرقة، فحتى العثرات ستبدو لك دروساً ثمينة، لا هزائم مهلكة. وإليك المفاجأة، العالم لن يتغير حقاً، لكنك ستشعر وكأن كل شيء قد تغير. لماذا؟ لأن زاويتك أنت قد تبدلت. وهنا تبدأ المعجزة. العقل مصنع الواقع. كل يوم تستقبل عقولنا آلاف الأفكار، بعضها نقي وبعضها مسموم، بعضها ينهض بك وبعضها يسحبك لأسفل. وهذه الأفكار لا تبقى حبيسة الدماغ، بل تتحول تدريجياً إلى أفعال، إلى ردود أفعال، إلى اختيارات تحدد مصيرك. الأفكار ليست بريئة كما تظن، إنها تصوغ مشاعرك، تشكل نظرتك لنفسك وتحدد علاقتك بالعالم. الفارق بين الشخص المتشائم والمتفائل ليس في الأحداث، بل في التفسير الذهني لتلك الأحداث. تغيير الفكرة يسبق تغيير الواقع. فلنأخذ مثالا بسيطا: شخصان فصلا من عملهما في اليوم نفسه. الأول فكر: أنا لا أساوي شيئا، لم أكن جيدا بما فيه الكفاية. الثاني فكر: ربما كانت هذه هي الفرصة التي أحتاجها لأبدأ مشروعي الخاص. نفس الحدث، لكن نتيجتين مختلفتين تماما. أحدهما انهار نفسيا، والآخر انطلق وغير مسار حياته. السبب؟ الفكرة. حين تغير فكرتك عن نفسك، عن الفشل، عن العلاقات، عن العالم، فإنك في الحقيقة تعيد برمجة نظرتك لكل شيء. وتذكر، الواقع لا يكسر بالسلاح، بل يعاد تشكيله من الداخل. كيف تغير أفكارك؟ تغيير الأفكار ليس كبسة زر، لكنه أيضا ليس مستحيلا. هو تدريب وقرار وممارسة يومية. إليك خطوات تساعدك. راقب أفكارك. قبل أن تغير يجب أن تلاحظ. اسأل نفسك: ماذا أقول لنفسي عندما أفشل؟ هل ألوم نفسي دائما؟ هل أتوقع الأسوأ؟ أفكارك مثل خلفية موسيقية ترافقك طوال اليوم، وإن لم تنتبه لها ستتحكم فيك من حيث لا تدري. حين تمسك فكرة سلبية لا تسلم بها وكأنها حقيقة مطلقة. قل لها: من قال هذا؟ من أين أتيت؟ ثم استبدلها بفكرة أكثر عقلانية. فبدلا من أنا غبي، قل أنا أخطأت وسأتعلم. بدلا من الدنيا كلها ضدي، قل أمر صعب مررت به لكنه لا يحدد كل شيء. غذي عقلك بما ينفع. الدماغ مثل المعدة، ما تضعه فيه يؤثر عليك. اقرأ كتبا تحفزك. تابع أشخاصا إيجابيين يلهمونك. ابتعد عن من يغرسون فيك السلبية والتهكم. تغذية الفكر الصحيحة كفيلة بأن تخلق مناخا داخليا جديدا ينبت فيه التغيير. جرب الامتنان. الامتنان ليس فقط قول الحمد لله، بل هو تدريب فعلي على رؤية النصف الممتلئ من الكوب. كل يوم دون 3 أشياء تشعر بالامتنان لوجودها. ستدهشك النتيجة. أفكارك ستبدأ تدريجيا في التحول من التركيز على ما ينقصك إلى ما تملكه. كن صبورا مع نفسك. أفكارك لم تتكون في يوم وليلة، ولن تتغير بجلسة تأمل. ستخفق أحيانا، ستعود أفكارك القديمة لتزاحم الجديدة. لكن لا تستسلم. تماما كما يتمرن الجسد ليقوى، يتمرن العقل أيضا. كل محاولة واعية تقربك من التغيير. هل يمكن لتغيير فكري بسيط أن يغير حياة؟ نعم، وأكثر من ذلك. فكر في مئات القصص حول العالم عن أشخاص عاشوا في بؤس شديد، ثم فقط قرروا أن يروا الأمور بشكل مختلف. ذلك الشاب الذي كبر في حي فقير وقال لنفسه: لن أكون نسخة من الواقع، سأكون الاستثناء. تلك الفتاة التي تعرضت للتنمر وقالت: لن أكره نفسي كما يريدون، بل سأحبني أكثر. هؤلاء لم ينتظروا العالم ليتغير، بل غيروا أنفسهم وتبعهم العالم. أنا أفكر، إذن أنا أعيش. ديكارت. لكن فلنعد صياغة الجملة قليلا. أنا أفكر بإيجابية، إذن أنا أصنع حياة أفضل. وهنا يكمن السر، ليس في تجاهل الواقع ولا في إنكار الصعوبات، بل في أن تختار زاوية الرؤية. أنت لا تملك الحدث، لكنك تملك التفسير. العقل لا العالم هو ساحة المعركة. الحرب الحقيقية ليست في الخارج، بل بين أذنيك. إما أن تنتصر على فكرة أنا ضعيف، أو تنهزم أمامها حتى ولو كنت تملك كل الإمكانيات. الفقراء روحيا ليسوا فقط من لا يملكون مالا، بل من يعيشون تحت رحمة أفكارهم السوداء. والأغنياء الحقيقيون هم من يملكون فكرة واحدة تضيء ظلامهم. العالم كما هو،
لا كما تراه. في علم النفس هناك ما يسمى التحيز الإدراكي، أي أن الإنسان لا يرى الحقيقة كما هي، بل كما هو مستعد لرؤيتها. لو كنت مليئا بالخوف سترى في كل صوت خطرا، ولو كنت مليئا بالأمل سترى في كل عقبة فرصة. فاختر أنت أي عدسة ترتدي. هل ترتدي عدسة الماضي المؤلم أم عدسة المستقبل الممكن؟ هل ترتدي عدسة النقد الذاتي القاسي أم عدسة التقدير والرحمة؟ غير أفكارك ومعها سيتغير عالمك، ليس لأن العالم سيتغير، بل لأنك ستراه بعين جديدة، بعقل تحرر من قيود اليأس، وذهن امتلأ بالاحتمالات بدلاً من الأعذار. الأفكار ليست مجرد خواطر عابرة، بل هي الجذور التي تنمو منها حياتك. فأزرع ما شئت من الأفكار، لكن تذكر أنك ستحصد نتائجها حتماً. أبدأ الآن.